السلام عليكم. اليوم عندنا حلقة استثنائية للفيلم سعيد الناصري تحت عنوان نايضة، واللي حاليا كيتعتبر طوندونس اليوتيوب في المغرب. الفيلم المغربي نايضة كيعكس بشكل ساخر ودرامي واقع المجتمع، بحيث كيتناول قضايا اجتماعية اللي كتعيشها فئات واسعة في البلاد. بحيث كيدور الفيلم حول شقة بجسدها سعيد الناصري، واللي كيعيش كفرد في الطبقة الكادحة وكيواجه تحديات متشابكة بحال الفقر والبطالة والفساد الإداري. كينتقل الممثل المغربي سعيد الناصري في عدة مواقف اجتماعية واللي صعبة، وكتبدا أولها في البحث على وظيفة وكتنتهي في مواجهات مع منظومة اجتماعية معطوبة، بحيث كتداخل هذه الأحداث بمواقف كوميدية اللي كتكتشف التناقضات اللي كيعيشها المواطن المغربي. الفيلم كيتبع تسلسل بسيط ولكن كيعكس مشاهد مألوفة للغاية بالنسبة للمغاربة، مشهد الوقوف أمام الإدارة للحصول على وثيقة معينة ومحاولة الالتفاف على القوانين بوسائل غير رسمية، وحتى كذلك اللجوء للعلاقات الشخصية لحل المشاكل اليومية، كلها عناصر كتلامس نبض الشارع المغربي. من أهم القضايا الاجتماعية المطروحة البطالة والفقر. من خلال الشخصية الرئيسية كيبرز الفيلم معاناة الطبقة العاملة اللي كتكافح لتلبية احتياجاتها الأساسية. كيبين سعيد الناصري في لحظات عديدة حجم الإحباط الناتج على قلة فرص شغل وشروط الحياة القاسية، وهو اللي كيعكس واقع معاش عند الكثيرين. القضية الاجتماعية التالية وهي البيروقراطية والفساد. كيسلط الفيلم الضوء على معاناة المواطن المغربي مع النظام الإداري. مشاهد طويلة كتصور الطوابير والطلبات والاضطرار لدفع الرشاوى أو البحث عن وساطات للحصول على خدمة بسيطة. هذه الممارسات ماشي فقط كوميدية في هذا الفيلم، لكنها كتعبر على معاناة يومية كتشعر المواطن بالعالم. القضية الثالثة وهي التفاوت الطبقي. كيكشف الفيلم بشكل ذكي الفجوة الكبيرة بين الطبقات الاجتماعية، بحيث كيبان سعيد الناصري والأصدقاء ديالو أثناء الكفاح ديالهم للحصول على قوتهم اليومي. مقابل ذلك كنلقاو شخصيات أخرى كتعيش حياة الرفاهية، كتستغل مواقعها وعلاقاتها للالتفاف على النظام. حتى التناقض كيسلط الضوء على غياب العدالة الاجتماعية. القضية الرابعة وهي دور الأسرة والمجتمع. رغم أن الفيلم كيدور حول الشخصية ديال سعيد الناصري، إلا أن الفيلم كيبرز أهمية الأسرة والعلاقات الاجتماعية في التلاحم الأسري. هو الأمر اللي كيمنح الشخصية دفعة الاستمرار رغم كل الصعوبات، وهو الأمر اللي كيعكس قيم لكنها مهددة ديال الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. والجميل في الفيلم وهي الرسائل الخفية. الفيلم نايضة ماشي غير مجرد فيلم كوميدي، ولكنه انعكاس ساخر للواقع المغربي. سعيد الناصري استخدم الأسلوب ديالو المميز لإبراز قضايا حساسة، ولكن كذلك يقدم رسالة أمل. رغم الظلم والتحديات كيبقى الصمود والمثابرة هما السلاح الأساسي للمواطن. من خلال هذه الأحداث غادي نشوفوا تقييم القضايا الاجتماعية. الفيلم يقدر يبان أنه بسيط في عرض الأحداث، لكنه عميق في تطرقه للجوانب الاجتماعية اللي كتأثر على المواطن البسيط. سعيد الناصري ما حاولش تقديم حلول مباشرة، لكنه بين بشكل غير مباشر للتفكير الجماعي والعمل نحو التغيير. من خلال التقييم الفني أنه رغم قوة الموضوع كان بعض اللحظات اللي كان يمكن تطويرها دراميا بشكل أكبر اللي تلامس المشاهد عاطفيا بشكل أعمق. بعض المواقف الكوميدية كانت تستخدم التخفيف من حدة المأساة، لكن أحيانا قللت من تأثير رسائل جادة. في النهاية كيبقى فيلم نايضة فيلم كيستحق المشاهدة، لأنه كيعكس واقع مغربي مرير بأسلوب ممتع وساخر، وكيحمل في الطيات ديالو رسائل اجتماعية عميقة وكيثير أسئلة حول المسؤولية الفردية والجماعية للتغيير. في الأخير كتقييم شخصي الفيلم نجح في تقديم صورة حقيقية على معاناة المجتمع المغربي، وكان بحاجة لتعمق درامي أكبر لتقديم تجربة أكثر تأثير. بهذه اللحظات غادي نكون وصلنا لنهاية التحليل. إلى عجبكم المحتوى ما تنسوش ديروا لايك سبسكرايب وكومونت، وتشاركونا بالآراء ديالكم في التعليقات.